السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت سألت معاكم سؤال في الفيديو اللي قبل دوت. قلت يعني كل فيديو هنزله هنقول فيه سؤال ديني نقوي بيه معلوماتنا الدينية ونزود بيه معلوماتنا الدينية، اللي يعني نفيد ونستفيد مع بعض بأمر الله. السؤال كان بيقول: من هي المرأة التي أبوها نبي وزوجها نبي وأخوها نبي وابنها نبي عليهم جميعا السلام؟ الإجابة هي السيدة آلية أو إيليا، بنت نبي الله يعقوب، زوجة نبي الله أيوب، أخت نبي الله يوسف، أم نبي الله ذو الكفل عليهم جميعا السلام. ان شاء الله برضو في الفيديو بتاع النهاردة في سؤال كمان. السؤال بيقول: من هو النبي الذي ذكرت امه واخته واخوه وزوجته واختها وحماه في القرآن الكريم؟ اللي يعرف الاجابة ينزل يكتبها في التعليقات، واللي ما يعرفش ينزل يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. طبعا زي ما قلت، المسابقة الدينية ديت الهدف منها ان احنا بنفيد وبنستفيد وبنقوي بيها معلوماتنا الدينية او بنزود بيها معلوماتنا الدينية، ومنها برضو في نفس الوقت ان احنا بناخد حسنات. تمام. ان شاء الله بقى نتكلم على فيديو النهارده. انا هعمل معاكم النهارده تورتايه سهله وبسيطه وتزيين سهل وبسيط للمبتدئين، ومن حاجه يعني بصوا موجوده في كل بيت، التزيين بتاعها سهل وبسيط وان شاء الله متاح في اي بيت. من كيك كمان كان بايت عندي في التلاجة. طبعا انا كنت عملت معاكم الكيك قبل كده في وصفات كتير، هسيب لكم اللينكات بتاعتها كلها في صندوق الوصف. الكيكه بتاعتنا سهله وبسيطه ومقاديرها سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت، وكمان بنعملها في الخلاط. تمام، يعني اي حد يقدر يعملها. طبعا الكيك انا كنت عملته معاكم في وصفات كتير زي ما ذكرت، هسيب لكم الوصفات دي كلها في صندوق الوصف اللي حابب ان هو يشوف اي وصفه. والكيكه ديت انا كنت عاملاها بمقادير سهله وبسيطه، بس الكيكه ديت عيبها ان هي باتت عندي في التلاجة، فالاولاد رفضوا ان هم ياكلوها، فعملت منها الفيديو اللي بيتعرض قدام حضراتكم دلوقتي على الشمال في اسفل الشاشه. وعملت منها ان شاء الله النهارده معاكم الفيديو اللي باذن الله حضراتكم بتشوفوه معايا دلوقتي. تمام. يعني ان شاء الله كده من حاجه سهله وبسيطه. وطبعا ده كيك كان عندي بايت، انا ما عملتش كيكه مخصوص خالص عشان خاطر اعمل بيها التورتايه دي، لا ده كيك كان عندي بايت وكمان كان ناشف وفي التلاجة، والاولاد عندي كانوا رافضين ياكلوه زي ما قلت، فانا اتصرفت وعملته لهم بفكره حلوه جدا. عايزه اقول لكم من جمالها، قعدت عندي بالظبط في التلاجة يعني حوالي 3 ساعات، بس مسافه ما مسكت نفسها كده وما جاش عليها الليل، كانت خلصت في نفس اليوم. يعني مش عايزه اقول لكم بقى باتت لتاني يوم، لا ده ما جاش عليها الليل بتاع نفس اليوم. تمام. ان شاء الله باذن الله لما تجربوها هتعجبكم جدا وهتكون النتيجه مرضيه بامر الله. تمام. وهسيب لكم برضو من المقادير بتاعه الكيك في صندوق الوصف، والطريقه كامله باذن الله في صندوق الوصف. تمام. وهسيب لكم برضو لينكات الحلويات كلها اللي انا كنت عملتها معاكم على القناه في صندوق الوصف، اللي حابب ان هو يشاهد اي وصفه ان شاء الله تطبقوا الوصفات وتعجبكم وربنا يحسن ما بين ايديكم. جبت معايا كده الكيك زي ما حضراتكم شفتوا، قطعت الاربع حروف بتوعه وعملت بيها الوصفه اللي كانت معاكم قبل ديت على القناه، اللينك بتاعها برضو هسيب لكم في صندوق الوصف. وخدت الجزء اللي هو المربع اللي في النص وشلت الطبقه اللي هي القشره بتاعته دي، عشان دي بتتكون فيها الزفاره بتاعه البيض. تمام. وبعد ما قطعته كده زي ما حضراتكم شفتوا معايا، قسمته على 3 ديسكات كده اللي هي هعمل بيها التورته بامر الله. هسيبه على جنب كده واغطيه. وجبت بقى معايا البوله بتاعه المضرب الكهرباء، حطيت فيها كوبايه ونص من الكريم شانتيه البودر المحلى. تمام. وحطيت عليهم كوبايه واحده من الميه الساقعه المتلجه، وبعد كده هضرب بالمضرب زي ما حضراتكم شايفين لغايه لما القوام معايا يكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. بعد كده هعبيها بقى في اكياس الحلواني وادخلها التلاجة لغايه لما اجهز معايا بقى بقيه الحاجه. تمام. جبت هنا في فنجان صغير وضفت فيه حوالي معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان اللي هي النسكافيه، وحطيت عليها معلقتين كبار من السكر او معلقه ونص من السكر. تمام. وبعد كده هضيف عليها نص كوبايه من الميه، يعني حطيت ربع وبعد كده حطيت ربع كوبايه تاني. الميه تكون عاديه معايا، مش شرط تكون ميه ساقعه خالص، يعني ميه فتره من الحنفيه مفيش مشكله. هدوب بقى القهوه سريعه الذوبان مع السكر لغايه لما السكر يدوب تماما. في الوقت دوت كنت حضرت معايا بقى ايه البورد اللي انا هشتغل عليه. ممكن لو مش متاح عند حضرتك على صينيه تشتغلي مفيش اي مشكله. تمام. هاخد اول طبقه كده او اول ديسك من الكيك، وهبدا ان انا اسقيه او اشربه من التشريبه اللي انا عملتها او السيرب اللي انا هسقي بيه الكيك علشان خاطر يطري معايا الكيك. تمام. بحيث يكون حلو كده واخد من طعم النسكافيه في الاكل، بيكون طعمه مميز جدا. تمام. لو مش متاح عند حضرتك القهوه سريعه الذوبان ممكن تعمليه في الوقت دوت بميه بسكر مفيش مشكله، او بالسيرب الحلويات اللي هو يكون القوام بتاعه خفيف برضو مفيش مشكله. بس هي النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان بيدي نكهه كده وطعم مميز للكيك بتاعنا، يعني بيكون عامل زي كيك النسكافيه، بيكون طعمه جميل جدا في النهايه.
تمام. زي ما حضراتكم شايفين معايا كده، جبت معايا الكيس بتاع الحلواني اللي انا حاطه فيه الكريمه، وهبدا ان انا اوزع الكريمه كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام. وبعد كده بقى بالسكرابر دوت، او ممكن بسكينه يعني، او بال مثلا باي حاجه عندك بلاستيك تكون نضيفه. لو مش متاح عندك مثلا الاداه دي، ممكن برضو بطبق فل تقصيه وتشتغلي بيه، مفيش اي مشكله. اهم حاجه ان احنا بس نساوي الطبقه بتاعه الكريمه قبل ما نحط الديسك التاني او القطعه التانية من الكيك. تمام. الطبقه التانية هبدأ بعد كده برضو ان انا اخد برضو من الخليط بتاع السيرب دوت، او التسقية اللي انا هسقي بيها الكيك. ولازم نسقي الكيك كويس جدا، علشان الكيك انا ذكرت في البداية ان هو ناشف معايا لانه كان في التلاجة، فانا هشربه كويس جدا علشان يطرى معايا كويس جدا اثناء الاكل، ويكون طعمه كأن الكيك لسه فريش ولسه عاملاه في نفس اليوم. تمام. بعد ما خلصت كده وسقيت الطبقة التانية، هبدأ برضو ان انا اجيب الكريمة واوزعها معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني انا لازم اغطي طبقة الكيك كده كلها كويس جدا بالكريمة، عشان ده برضو بيساعد معايا على التطرية بتاعة الكيك. تمام. الكريمة زي ما قلت كوباية ونص من الكريم شانتيه، وعليها كوباية من المية الساقعة المتلجة. طبعا علشان الجو حر انا حطيت كوباية مية بس على الكوباية ونص كريمة. لو الجو ساقع بنحط كمية المية قد كمية الكريمة. تمام. بعد ما خلصت الطبقة التانية، جبت بقى معايا الطبقة التالتة. والطبقة التالتة اللي انا بحطها في الاخر دي بتكون هي القاعدة بتاعة الكيك، علشان بيكون السطح بتاعها متساوي. بعد كده هقطع اي زيادة معايا في الكيك زي ما حضراتكم شايفين كده بطرف السكينة. لازم اساوي كده الحروف بتاعة الكيك معايا. تمام. علشان خاطر ما يكونش فيه جزء خارج عن التاني، فتكون الحروف بتاعتي بتاعة الكيك او الحروف بتاعة التورتة بتاعتي تكون كلها متساوية بنفس الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه معايا دلوقتي. تمام. اخر طبقه ديت ممكن حضرتك تسقيها او ما تسقيهاش، يعني ليكي حريه الاختيار، بس انا زي ما قلت ان الكيك معايا كان ناشف، فحبيت ان انا اطريه اكتر، فسقيت معايا اخر طبقه برضو زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. لازم نسقي الكيك كويس جدا لو الكيك زي ما قلت كده ناشف معاكي او بايت عندك في التلاجة. انما لو الكيك معاكي طري، او لو مثلا انت عامله الاسبونج كيك اللي هو الاسفنجي، ممكن ما تسقيهوش، مفيش مشكله. تمام. بس يفضل ان احنا نسقيه علشان ده بيطري معانا الكيك، بيكون طعمه زي اللي جايباه من محلات الحلواني بالظبط، او زي التورت اللي بتجيبيها جاهزه من محلات الحلواني. تمام. بعد كده جبت معايا الكيس الحلواني التاني، وحطيت فيه التيب اللي انا بزين بيه ده الروزيتات، وفيه شويه من الكريمه، وهبدا بقى ان انا ازين بيها الوش بتاع التورته بتاعتي. شايفين قد ايه هي سهله وبسيطه، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا كمان فيها اي تكلفه. يعني مكوناتها سهله وبسيطه، واي حد يقدر يعملها، وان شاء الله المكونات موجوده في اي بيت. تمام. عملت بيها روزيتات كده على الجناب، وبدات ان انا اعمل روزيتات في النص كده زي شكل وردات زي ما حضراتكم شايفين. سهله وبسيطه جدا. وبرضو هستخدم معايا مربة الحليب هنا اعمل بيها روزيتات في النص كده، يعني اكسر بيها اللون. لو مش متاح عند حضرتك ممكن تعملي باي نوع، باي فليفر عندك مثلا، او باي مثلا صوص عندك عايزه تزيني بيه. عايزه تحطي اوريو ماشي، عايزه تحطي لوتس، عايزه تحطي اي بسكوت ماشي. يعني التزيين دوت او الفينش بتاع التورته دوت بيكون حسب الرغبه، او حسب ذوق حضرتك والمتاح عند حضرتك في الوقت ده. تمام. انما لو مربة الحليب مش متاحة برضو ما توقفيش نفسك عليها، تقدري تزيني كله بالكريم شانتيه والكريز. الكريز طبعا ممكن تجيبي ب10 جنيه من عند اي عطار، شوية حلوين كده هيدوهم لك يزينوا معاكي تورتيه زي القمر زي اللي انا عاملاها دي. من حاجات سهلة وبسيطة هنفرح اولادنا ان شاء الله، مش هنخلي في نفسهم اي حاجة. تمام. طبعا اللي انا برشه في الوش دوت ما هو الشوكولاته دوت، اللي انا بشيل الوش بتاع الكيك بيطلع فيه شويه من الكيك كده، ببدا ان انا اطحنهم بالكبه او اسيبهم ينشفوا، وبعد كده بفركهم بايديا. بيطلعوا معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، كانها زي الشوكولاته المبشوره كده. بزين بيها الوش بتاع التورته بتاعتي، بتطلع معايا بالشكل القمر ده. زي ما حضراتكم شايفين انا خلصتها، ما خدتش معايا وقت خالص، ولا مجهود ولا تكلفه ولا اي حاجه. اي حد يقدر يعملها، تزيين سهل وبسيط للمبتدئين، من حاجات موجودة في كل بيت. زي ما قلت هنفرح اولادنا ومش هنخلي نفسهم في اي حاجة. وطبعا مش عايزين نشتري اي حاجة من بره الفترة ديت، الحاجات كلها غالية جدا واسعارها غالية نار. فاحنا بنوفر وبنقتصد وبنعمل حاجتنا في البيت بايدينا، بتطلع طبعا احلى وانضف من الجاهزة. عايزة اقول لكم محدش كان يصدق ابدا ان ديت الكيكة اللي كانت عندي فايضة في التلاجة، وما كانش حد راضي ياكلها، والكل كان غضبان عليها لان هي كانت ناشفة، محدش راضي ابدا ان هو ياكلها، والكل كان رافضها تماما. عايزه اقول لكم والله من بعد ما شافوها كده كانوا مش مصدقين خالص ان دي الكيكه، كانوا فاكرين ان انا عملت كيكه مخصوص عشان اعمل بيها التورتيه. تمام. قلت لهم انتوا هتعرفوا بقى ان كانت ديت الكيكه اللي انا كنت شايلاها في التلاجة وكنتوا غضبانين عليها، او كيكه عملتها جاهزه، لما تشوفوا الفيديو لما ان شاء الله ينزل على القناه. عايزه اقول لكم والله العظيم من جمالها ومن طعمها ما باتتش عندي لتاني يوم. طعمها في منتهى الجمال، طعمها حكايه.
عايزه اقول لكم والله والله احلى وانضف من الجاهزه بمليون مره. يعني انا مش هقول لكم بقى زي بتاعه المحلات، لان هي احلى واطعم من بتاعه المحلات كمان. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا. يعني بصوا، انا اتمنى باذن الله ان انتوا كده تجربوها وتقولي لي رايكم في التعليقات. اعملوها باذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، فرحوا اولادكم وما تخلوش في نفسهم اي حاجه. لان زي ما قلت الحاجة فعلا بره يعني في المحلات غالية نار، فاحنا نعمل حاجتنا في البيت بايدينا هتكون انضف من الحاجة اللي بنجيبها من بره، وهتكون اوفر كمان. يلا جربوها وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. حابة ان انا اعيد عليكم السؤال تاني بتاع بداية الحلقة، علشان خاطر اللي ما سمعوش في البداية يسمعوا دلوقتي. السؤال بيقول: من هو النبي الذي ذكرت امه واخته واخوه وزوجته واختها وحماه في القرآن الكريم؟ ما تنسوش اللي يعرف الإجابة ينزل يكتبها في التعليقات، واللي ما يعرفش يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه لو اول مره بتدخلوا قناتي، وتفعيل زر الجرس على الكل. ولو انتم مشتركين بالفعل ما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو كده زيكم، علشان خاطر تعليقاتكم بتفرحني وبتشجعني ان انا استمر. ولو عايزين اي وصفه معينه اكتبوا لي في التعليقات، وبامر الله انزل لكم الفيديو بتاعها. تمام. ما تنسوش حبايب قلبي تعليق حلو كده منكم، وما تنسوش برضو الاجابه بتاعه السؤال. تمام. استنوني في فيديو جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.